السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم بكل خير وعافية، وإيش حالكم؟ عساكم طيبين. بشرونا عنكم وعن أوضاعكم، ربكم بخير وفي خير وإلى خير يا رب العالمين. الله يجعلكم بخير وعافية ذا اليوم وكل يوم ولا يوم الدين يا ربي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذا اليوم عندي لكم قصة قديمة وممكن بعضكم يعرف قصيدتها ولكن يجهل قصتها. هذه قصيدة أبو دباس. يا ونت ونيتها من خو الراس، من لهب في القلب مثل السعيدة. هذه القصيدة الراشد ابن عبد الله ابن ناصر ابن دباس الودعاني الدوسري. المهم طول الله عماركم والسلامة. القصة صارت في القرن ال13 هجري حسب ما قالوا الرواه، وتوفى بطلها اللي هو راشد بن عبد الله ابن ناصر ابن دباس آل دباس الودعاني الدوسري. توفى عام 1308. أبو دباس له ولد وسماه دباس، وكان يتحلى الولد هذا باحترام الناس وأدبه مع الناس وأخلاقه الطيبة وشجاعته فروسيته، ورجال كامل الأوصاف والكامل الله. كان أبوه يحبه ويحبه محبة الله يعلم بها إلا فاطر السماوات والأرض، علشان الصفات اللي يتحلى بها. الله فكان أبوه يحبه بسبب الصفات هذه اللي يتحلى بها، وكان بار في أبوه. المهم طول الله عماركم والسلامة. دباس له أختين ركزوا فيها. دباس وصل عمره 20 عام. يوم وصل عمره 20 سنة قال لأبوه: يا أبوي أنا بروح أدور فضل الله ورزق الله في البلاد الثانية. قال: وين بتروح؟ قال: بروح المسقط عمان. قال: الله يستر عليك ويحفظك. المهم انه توكل على الله وراح. ويوم راح ويغيب فترة 8 سنوات. المهم بعد 8 سنوات او في فترة مغيب الولد اللي هي 8 سنوات، الاب راشد بن عبد الله تزوج بامرأة ثانية غير ام دباس، لان ام دباس متوفية، فتزوج بمرة ثانية. وكان للحرمة هذه اخوان 2، فجوا عند راشد وطلبوا منه يزوجهم بناته اللي هم خوات دباس. فرفض أبو دباس، رفضهم، علومهم ما هي بطيبة. المهم صاروا يوسخون سمعة أبو دباس ودباس في الديرة. صاروا يقولون طول الله عماركم والسلامة ان دباس يشرب المسكر ويشرب التتن ويشرب التنباك، وضايع صايع في ذيك البلاد، لا عنده لا عمله ولا شغله. فحرقوا كبد أبوه، وأبوه ما وده أنه يكون العلم هذا صحيح. وش سووا بعد؟ الماء اللي يروح المزرعة أبو دباس، جلس يا ولد، الماء اللي يروح المزرعة أبو دباس اقطعوه، سدوا عليه. فانقهر أبو دباس زيادة، فارسل قصيدة. عفوا، قبل لا يرسل القصيدة جاه واحد وقال: اسمع. جاه واحد وقال: اسمع، ارسل
مرسال واطلب ولدك دباس لعل ان الله يجعله سبب ويجلى عنك الهم هذا كله بعد الله سبحانه. قال تقوله؟ قال اي والله اقوله. قال زين. فكتب قصيدة ابو دباس وارسلها مع مرسال رايح العمان، وقال في القصيدة: يا ونيتها من خور الراس، من لهب في القلب مثل السعيرة، ونين من رجله غدت تقل مقواس، وانتهى لليل يشكل جبيرة، ويما القلب مثل بن بمحماس، ويا هشم حالي هشمها بالنقيرة، ويا وجد حالي يا ملا وجد غراس، يا مثمرة وشفى صفا عنه بيرة، على ثمر قلبي سرى هجعة الناس، متنحر درب عسى فيه خيرة. الله يفكه من بلا سولة عاس، ومن شر عبثات الليالي يجيره، في ديرة تقطعت عنها الأرماس، 70 يوم إلا الركايب مسيرة. لا والله هلا حال من دونها الياس، وحط البحر والبر دون الجزيرة. يا الله يلي رد من عقب ما ياس يوسف على يعقوب وابصر بصيره، ترد علي دباس يا محصي الناس، يا عالم ما بالخفا والسريرة. يا دباس أنا بوصيك عن درب بلد ناس، ترى الذي مثلك يناظر مسيرة، عليك بالتقوى ترى العز يا عباس، في طاعة اللي ما ينجيك غيره. هذه 8 سنين من رحت يا دباس، لا رسالة جتني ولا من بريرة. يا دباس من عقبك ترى البال محتاس، وعليك دمع العين حرق نظيره، عليك كني في دج الليل حراس، أصبح على حيلي وعيني سهيرة، أصبح أنا ما بين طاري وهو جاس، وطواري تطري علينا كثيرة، مثل الوحش قلبي على كف حباس، يكفخ كما طير سبوقه قصيرة، متحرمن عليها البيت يا دباس، أرجي ثواب الله واخشى المعيرة، أخاف من حكي الأعداء ثم الأنجاس، أهل الحكاية الطايلة والقصيرة. وقال خلى عيلته عن نزل راس وقفه، وخلى عيلة له صغيرة، ولا فنا يا أبوك قطع على رماس، ماني بمثبور ورجلي كسيرة، أصلك لو دونك نباح حمر الأطعاس، الصلب والصمان ما هي عسيرة، مهالك مدارك ما بها وناس، إلا الثعل والبوم تسمع صفيرة، لا ركب على وجنا من الهجن عرماس، فالجنة حر يدباس حمر ظهيرة، متروس الفخذين مزيوعة الراس، كان الخلاص عيونها يوم الديرة، أو شبه ربد تخفق للوناس، والرفعت جنحانها مستذيرة، تنشر من العودة على نور الأنفاس، عند الفجر والليل مقفي مريرة، والعصر للصمان تسمع الهضراس، حبل الرسن خطر تبتر جريرة، نهار ثالث بين حماء والأوراس، وره يمينك جعلها لك سفيرة، ثم على ساجيه تقلب الراس، تمشي بهلها في البحور الغزيرة، فيها الطبي خوراه هي الخبز يدباس، يقعد خو الراس كأنه خميرة، هديرة اللي باغي كيفة الراس، ولا لها أحد همها من الناس غيره، هيس ولد هيس للمواعيل لحاس، يفرح ليانيدي ذبح النحيرة، وما قفك يدباس ما فيه نوماس، يصلح القين مهنته طق زيره، ترى الفداوي دون وانشد الناس راعيه ما وانشد من الناس راعيه، ما يذكر بمدح وغيره، ما له سوى طق الحنك منه والياس، ولينقطع خرجه فلا له ذخيره، طلب المعيشة بالحراثة والأجناس، المشترى والبيع يوصف بغيره، قم من هذا العيلات مع كل فراس، يدباس دور خير تستشيره، جدك وعمانك هل العزم والباس، أهل المواجب مكملين القصيرة، يدباس ما يصبر على البق والحاسل الذي ما له بنجد عشيرة، واليوم يا مروي شبا كل عباس، أنت الرجايك عام وجه المغيرة، 20 عاما كلها أرجيك يدباس، مثل الغريرة اللي تولع طيرة، عدل المناكب هيلة عن فرخ قرناس، يمناه في لطم الحباري شطيرة، عانق خلوج روحت عقب مرواس، عند العصير البيضها مستذيرة، والليل جاها وحال من دونها الياس، روحه على فرقاه فرت فريرة، يدباس أنا يا أبوك ماني بلاس، ميرن عيلات الرفاقة كثيرة، يدباس أنا يا أبوك ماني بلاس، ميرن عيلات الرفاقة كثيرة، جنبت وسط السوق وامشي مع الساس، واخذ شوية الحق واترك كثيرة، يدباس لو جبت من دحبلك ياس، مختلفة ما بين رز ونيرة، مالي بها يجعلها بألف قباسة، وجعلها تذهب ولو هي كثيرة، يدباس قلبي كل ما هب ناس، شرقية هبت بقلبي سعيرة، والحال يا فرز الوغى مسها الباس،
عليك يا ناطح وجيه المغيرة، وغصون قلبي يا فتى الجود يباس، قد اننا يا ابوك كني هشيرة، من شافني قال ذا فيه لساس، واللي برا حالي الهي خبيره، لو على من قبل غوال الانفاس، وانفرق الدنيا يجينا بشيره، عسى يطق الباب والناس غطاس، يا ولي القدرة عليك تعبيره، وصلاة ربي عد مهاب نسناس على النبي عدة حقوق المطيرة. هي وصلت القصيدة طول الله أعماركم لدباس عن طريق المرسول، ويوم قرأ القصيدة افتند منه، خل أبوه وترك أبوه، الله وعرف أن أبوه شاك فيه أنه يشرب البلا والجلا، فأرسل لأبوه مع المرسول، فأرسل لأبوه مع المرسول نفسه قصيدة ردا على قصيدة أبوه وسيف. من ضمن أبيات الولد يقصد السيف فيها، من ضمن الأبيات في القصيدة بتسمعون هذا الحين ولكن بذكرها لكم. يقول مطرق فرنجي مصوبه الراس، مصلبخ جبته عساني ذخيرة. هذا البيت يقصد به السيف اللي جاء أبوه. وقصيدة الولد يقول فيها حي الجواب، يقول فيها حي الجواب اللي لفانا من الراس، مع أغلام ما توانا مسيرة، أهلا هلا به عد ما حب قرطاسه، وما كتب فوقه بيوت شطيرة، جواب من هو لي مد من الناس، أبوي ما يوصف حلي الغيره، فرز الوغى كنه على الوكر قرناس، قروم ربعه كلها تستشيره، دليل عيرات اللي يهب نسناس، ثمد له هم الجو ما به ذخيره، مهفي الغنم له للركايب والافراس، لا روحوا له لا عليهم قصيرة، راعي معاميل بها العبد جلاس، للبن يشري بالسنين العسيرة، هذه بمركاها وهذه بمحماس، وهذه يصبه للوجيه السفيرة، وخلاف ذا يراك من فوق عرماس، ممونة من نقوة الهنج عيرة، حمرا وهي في سنها وقم الاسداس، متوسط اللفاطر ولا هي صغيرة، ما هي لحوج الراكب بالعصا قام، ما هي لحوج الراكب بالعصا قاس، حرم عليها غير شيل النقيرة، هي لحوج الراكبة بالعصا قاس، حرم عليها غير شيل النقيرة، والخرج هو بيوت قيلم بقرطاس، مع مذهب الايام ما هي كثيره، وفوق اغلام من وثه قطع الارماس، لو هو بليل ما تغير نظيره، وليال فيت الدار فاجهر بالاحساس، وبلغ سلامي كل ذيك العشيره، واختص ابوي اللي نفل جمله الناس، وخصها بعلمه وقلت تراني بشيره، لا يا نجي العرض يا ابوي لا باس، كان تشتكي الضيم فانا اسيره، ونسايا لك عني تراني ابن ماس، وانا احمد اللي ما توسلت غيره، المدح لو يشرى شريناه بكياس، باموالنا نرخص ندور الستيره، المدح لو يشرى شريناه بكياس، باموالنا ترخص ندور ستيره، مطرق فرنجي مضاريبها الراس، ومصلبخ جبته عساني ذخيره، من صنع نصراني مشروبها الكاس، يذكر ورا جوه بعيد مسيره، ابغيه للي حاد دينك على اساسه، للنمايم والحكايا الكثيره، ربع النووي علي دين لو دعا الجمع ينحاس، للخل العشير يلعن عشيره، اما سكن الدار من غير هوجاس، ولا أن ما سكننا الدار من غيره هوجاس، ولا نعاف الدار والنور غيره، كلها العينا كلمة قلت يد باس، تشكي وانا دوني بحور غزيرة، خذ لك يمين الشرع قطع على انفاس، انه فلا جتني علوم بصيرة، لاني بجاني منك حبر بقرطاس، ولا إذا ولا جتني علوم سفيرة، وان كان تشكي الضيق يا ابوي لا باس، جاك الفرج يا ابوي هو البريرة، يا ابوي انا ما رحت الكيفة الراس، مع ذا ولاني في سفاه وغيره، يا مسندي يا ابوي شوفوا كذا الناس، ثم انشدوا قل ويش هو في مسيره، يا مسندي يا ابوي شوفوا كذا الناس، ثم انشدوا قل ويش هو في مسيره، ان كان ما يفرح صديقك ابن ماس، تحرم علينا اللين هدى صغيره، مدلول مجهول زهازين الالباس، بنت الذي يثني ليجت كسيره، طارم بقول اظهر وطارني يقول اظهر، وطارم بجلاس قم تشرب التنباك واثره نكيره، طارني يقول اظهر وطارم بجلاس قم تشرب التنباك واثره نكيره، ابغى عسى الله يبرد القلب يا ناس، من الله بنشبت بقلبي سعيره، ولا فنا يا ابوي قطع على رماس، اصبر على الشده ولو هي عسيره، ومن كان له غايب فلا يقطع الياس، وان قدر الله جاه علمه بشيره. الله ووصلت القصيده لابو دباس.
ويوم جاء يوم من الأيام لا والله أنهم يسمعون الماء داخل المزرعة، الماء داخل المزرعة. فقال ميد بنته واحدة من بناته قومي يا بنتي شوفي الماء هذا لو انه من المطر ذا اللي جانا شوي ما هو بيطلع عن صوته كذا. فقامت البنت وشافت السيل داخلا عليهم في المزرعة، وشافت معه دم ويد. دباس وش سوى؟ دباس يوم وصل الديرة أطراف الديرة لقى السد اللي سادينه على أبوه ما يخلي الماء يروح، فك السد وجاء واحد من اللي كانوا سادين المشرب على أبوه وقام يبي يمنعه. في يوم جاه قطع عيده ونطلها في السيل وسحبها السيل لمزرعة أبوه. فشافتها البنت، شافت اليد وشافت الدم، فجت عند أبوها قالت يا أبوي السيل فيه دم وفيه يد. قال والله؟ قال اي والله. قالت اي والله. قال ابعدي صلحي القهوة وشبي النار ترى دباس جاء. الله هذه قصة دباس وابو دباس، وانقصر من هالشيء فعذرونا لا كامل الا وجه الله سبحانه، ودعمكم لا تخلونا منه، واستودعناكم الله وفي حفظ الله ورعايته. فما الله.